كل شويه يطلعوا لنا بترند جديد. الترند الايام دي على ست كريمه، حتى ولادي قالوا لي تعالي يا ماما ناكل ست كريمه. قلت لهم بقول لكم ايه، بلا ست كريمه بلا ست فهيمه، هاتوا لي بس لفه جلاش وانا هعمل لكم احلى ست كريمه بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، واحكي لكم حكايتها كمان واحنا شغالين. وزي ما انتم شايفين طلعت خطيره جدا. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس قبل ما نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا هنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ويلا بينا ندخل، يلا بينا. واول حاجه معانا هنستخدم سمنه او زبده زي ما حضراتكم حابين او متوفر عندكم. هنكون مسيحينها وحاطين فيها معلقه واحده من البيكنج باودر علشان تورق لي الفطيره بتاعتنا. وهنا هجيب لفه جلاش وابتدي ان انا افتحها، وهبتدي ان انا اخد منها كده ورقتين من الجلاش، وهجيب السكينه هروح مقطعاها كده بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه 4/4 كده بالسكينه. سهله جدا وبسيطه. وزي ما حضراتكم شايفين حاجة بسيطة جدا بلف الجلاش هنعمل القمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هبتدي بقى دلوقتي احطهم كده على بعض وهقول لكم هنستخدمهم في ايه. هنجيب ورقتين كده من الجلاش وهبتدي ان انا ادهنهم كويس جدا بالخليط بتاعنا اللي زي ما قلنا عليه، اللي هو عبارة عن السمنة او الزبدة يكونوا سايحين، ونحط بس عليهم معلقة من البيكنج باودر. هدهنهم بقى كويس جدا كده، هدهن الورقة كده بالشكل ده. كل ما هتدهني اكتر بكمية حلوة هيديكي نتيجة حلوة جدا. الفطيرة دي معتمدة على السمنة ومعتمدة على البيكنج باودر في التوريق. هنا بقى هجيب كده ورقتين من الورق اللي هو الصغير اللي احنا قطعناهم ارباع، هحطهم في النص علشان ما نبتديش واحنا بنقفل الفطيرة بتاعتنا او الجلاش بتاعنا ما يبتديش ان هو يفتح من الحشوة. تعالوا بقى اقول لكم على الحشوة، سهلة جدا وبسيطة. عبارة عن كوباية ونص من اللبن، حطيت عليهم معلقتين بالظبط من النشا، وحطيت عليهم ذرة بسيطة من الفانيليا، قلبتهم على البارد وابتديت ان انا احطهم بعد كده على النار. ابتدوا ان هم يتقلوا معايا. بصوا القوام بتاعها حلو جدا وكريمي، بحطش عليها سكر ولا اي اضافات تانية. حشوة سهلة وبسيطة بس طعمها بيبقى حلو جدا مع طبعا الاضافات اللي احنا هنحطها بعد كده. بحطها بقى على الجلاش اللي احنا او الربع الجلاش ده علشان تبقى متماسكه معانا زي ما انتم شايفين، وبفردها بقى بالشكل ده. هبتدي بقى اقفل كده ورقه الجلاش من الناحيه دي، وكل ما بقفل او بطبق ببتدي ان انا ادهن الناحيه اللي انا بطبق بيها بالشكل ده كده بالفرشه زي ما حضراتكم كده شايفين. واحنا بقى شغالين تعالى احكي لكم على حكايه فطيره ست كريمه. هما بيقولوا البراند او المكان المحل اللي فاتح عامل الفطيره وسماها ست كريمه ان هما من 20 سنة كانوا في زيارة في قرية في صعيد مصر، واضطروا فجأة ان هم يباتوا هناك. وكانوا باتوا عند يعني حاجة او ست كبيرة اسمها ست كريمة. والست دي ابتدت ان هي عملت لهم بالليل الفطيرة دي بالجلاش علشان كانت سهلة وسريعة، بس بيقولوا ان كان طعمها جميل جدا. فهم بقى من فترة افتكروا ان موضوع الفطيرة دي وان طعمها ما كانوش قادرين من كتر حلاوتها ان هم ينسوه، فافتكروا الفطيرة دي. وبعد كده قدروا ان هم يدوروا على الست دي او يتواصلوا معاها، وابتدوا ان هم راحوا وتواصلوا معاها وخدوا منها او اشتروا منها الوصفة، وقرروا ان هم يعملوها الوصفة دي. هم حتى بيقولوا احنا مش عارفين احنا بنحبها علشان مرتبطة عندنا بذكرى من زمان يعني، ولا علشان هي فعلا طعمها حلو. حتى بيخاطبوا الجمهور على صفحتهم بيقولوا لهم ايه، هنسيب لكم انتوا الحكم. طبعا كلامي ده يعني انا بقوله لكم لان الكلام ده انا قريته على صفحتهم، تدخلوا تتاكدوا منه. عايزه اقول لكم ان فعلا في اكلات كده بيبقى ليها ذكريات حلوه جدا عندنا، ما بنقدرش ان احنا ننساها ولا ننسى طعمها مهما كبرنا ومهما كلنا ومهما سافرنا ومهما رحنا في كل حتة. بس طعم زمان او طعم اكلة معينة عمرنا ما بنقدر ننساها، وخصوصا لو الاكلة دي معمولة كده بدفى وبحب من ناس قريبين وعزاز على قلبنا. طيب دلوقتي بقى نرجع للوصفة. انا هنا بعمل تاني فطيرة معانا زي ما قلت لكم، سهلة جدا وبسيطة. ببتدي اجيب ورقتين بدهنهم وابتدي احط كده في النص كده ورق الجلاش اللي احنا مقطعينه مربع صغير علشان يبقى حماية كده للحشوة بتاعتنا، ما تبتديش ان هي اثناء عملية السوى تخرج منها او تبتدي ان هي تتفتح من فوق. وهبتدي بقى ادهن كده واطبق الجلاش بتاعنا تطبيقة كده سهلة وبسيطة،
وابتدي ان انا ادهنها بالشكل ده. وببتدي اجيب بقى الصينيه واحطها فيها. طبعا احنا عارفين ان الجلاش من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. احنا عارفين بقى ان لفه الجلاش ب10 جنيه. انا عملت من لفه الجلاش دي عملت 6 فطاير هتشوفوهم معايا. طبعا غير بقى شويه الاضافات، يعني عايزه اقول لكم الفطيره دي اول سعر فيها بيتباع ب25 جنيه، 25 30 فيما بقى زياده بتوصل لحد 50 جنيه. فانا عايزه اقول لكم بصوا عملتها بكل سهوله، وبلفه جلاش واحده عملنا 6 فطاير مع بعض. شغلت الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180، دخلتها قعدت معايا 10 دقايق من تحت، وابتديت بس بعد ال10 دقايق شغلت عليها الشوايه علشان تاخد لون من فوق بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بصوا الجمال والحلاوه خطيره. اول بقى ما تخرج معانا من الفرن هبتدي اكون مجهزه شربات يكون خفيف ويكون بارد معانا، وابتدي بقى احطه. مكونات الشربات سهله جدا وبسيطه، كوبايه الا ربع من السكر، حطيت عليها كوبايه من الميه ابتدت تغلي معانا، نزلت عليها بعصره من الليمون وسبته بالظبط 10 دقايق على النار، وبعد كده طفيت عليه وسبته علشان يبرد، وابتدي بقى اسقيها بالشكل ده. طبعا بتتسقي معانا بيكون الجلاش سخن او الفطيره بتاعتنا بتكون سخنه، والشربات او السيرب بيبتدي ان هو بيكون بارد معانا. بصوا بقى شكلها حلو قوي، عايزين تاكلوها كده بجد حلوه جدا جدا وخطيره. ويلا يا ستو انا اعملي لي لايك وشير للفيديو. وجيت بقى ابتديت ان انا احط عليها كده شويه سكر بودر، ممكن برضو تاكلوها وتكتفوا كده بالسكر البودر زي ما انتوا كده حابين. عايزه اقول لكم بقى الخطوه اللي جايه دي اساسي، هتنقل الفطيره بتاعتكم لحته تانية خالص. هنجيب كده شويه من الكريم شانتيه، نبتدي ان احنا نحطهم كده على الوش، هيدوها طعم بجد، وبصوا هتبقى تحفه جدا وطعمها خطير جدا. وتعالوا بقى دلوقتي نحط اي فاكهه بقى عندنا، حابه تحطي عليها فاكهه حطي، لو ما عندكيش تقدري ان انت تحطي عليها صوص شوكليت، صوص كراميل، اي حاجه تقدري تحطيها، شويه زبيب، اي حاجه كده من فوق هتديها شكل وطعم حلو جدا. طبعا انا بقى مرضتش اعمل ايه واحده بالموز وواحده بالعنب مثلا، علشان انتوا عارفين بقى ايه الخناقه، قلت ايه نعمل كده ميكس عشان الولاد ايه ما يقعدوش بقى ايه احنا عايزين بكذا وعايزين بكذا وما يكونش موجود. بس عايزه اقول لكم بجد لا خطيره ست كريمه، لا ست كريمه فعلا هي طلعت كريمه وبزياده كمان، وطعمها طبعا عايزه اقول لكم بجد خطير ومورقه وحاجه كده عظيمه، والحشوه اللي من جوه بجد خطيره جدا. عجبتهم قوي وعجبتني انا يعني شخصيا، طعمها حلو وسكرها مظبوط مش كتير. بصوا خطيره جدا، وكلت بقى منها بجد لا طعمها حلو قوي، والحشوه بقى اللي من جوه دي خطيره كريمي كده وطعمها حلو قوي. وبس كده، هي دي حكايه ست كريمه. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، وبألف هنا وشفا. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.